السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عند سوبا كويزين. اليوم جبت لكم وصفة طبيخة الفول الجلبانة والقرنون. هاد الفيديو عندي عام اللي سجلته، ما حبيتش نحطه في داك الوقت على خاطر كان الفول خلاص الموسم ديالو وكان بدا يعصى. قلت نخبي هاد الوصفة حتى العام الجاي ان شاء الله. راح نعطيكم في هاد الفيديو السر اللي يخلي الفول تاعكم كي يكون عاصي، واش لازم نديروا له باش يطيب ويقعد على حاله، ما يحمرناش ولا يتبدل اللون ديالو. طبيخة كيما على بالكم كامل، تجيب لا لحم ولا دجاج، وتجيك وصفة هايلة خفيفة وبنينة وشبعة وسهل التحضير، من ألذ الوصفات الجزائرية التقليدية. راح نقدمها لكم على طريقة دارنا، كل واحد على طريقته، المهم النتيجة مع الآخر تجي بنينة. بسم الله نبداو الوصفة ديالنا. نعطيكم مقادير طبيخة الفول. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها الفول الأخضر، الكمية كما تحبوا. عندنا هنا القرنون، عندنا هنا الثوم، هي مدش فيها البصل بصح انا نحب ندير البصل نحب ندخلو كامل في الطياب ديالي، غير حبيبه صغيره برك. بصل الثوم، وهدايا الحشيش، هذا نخليهم على الاخر الحشيش. القزبر. عندنا هنايا العكري، فلفل الاحمر، الملح، وهدايا فلفل دريس. هذا هو فلفل دريس، اللي ما يعرفوش هذا فلفل دريس انا نشريه هكذايا، نشريه مرحي، فلفل مرحي، باش ما نشقش روحي نشمخو وندرس. وقلت لكم هذا الحشيش خليهم على الاخر، وشطيبات النعناع. حنا رانا في موسم تاع الفول، مي بصح راه في الاخر ديالو. ساعات نشرو الفول كي نطيبوه تجينا عاصه ما يحبش يطيب. كيفاش نديرلو؟ نجيب غير هكذا الموس ونثقبو هكذايا، نثقبو باش يدخلنا طياب هكذايا. وين كاين الحبه نرشقها بالموس ولا بالبره ولا بكوردون، نتوما واش حبيتو. هكذا حتى كي نكملو كامل باش نطيبو يجينا كي يطيب يقعد بيض. كي يكون عاصي يطول في الطياب ويكحل. دوك نبداو الطريقه. انا جبت هنايا طنجره، حطيت فيها الفول، قطعت البصله صغيره. دوك نزيد لها الزيت تحب كميه كبيره، لخاطر ما فيهش اللحم، نعوضوه شويه زيت، خلوه يتقلى شويه. حطيت هنايا الفول في طنجره، حطيت عليه هذيك البصيله والزيت، وكراني نقلي فيه. نقليه شويه في الزيت. دوك ندير له تاني الثوم، نقلوهم مع بعض. راني جبت الفلفل المرحي، ولا ما عندكوش ديروا طوماطيش. راني درت هاي على راس المغرفه، راهي ممسوحه ماهيش معمره، باش ما نكثروش بزاف العكري. ونخلطو. نزيد نحط القرنون، نزيد تاني الجلبانه، نقلي. درك نزيد ندير التوابل، فلفل دريس مرحي وبابريكا ولا العكري اللي عندكم، والملح. نتوما اذا حبيتو زيدوا لها فلفل كحل ديروا، انا ما نديرلهاش. خلاها تزيد تتقلى واحد 2 دقائق ولا ميم با، ونمرق بالماء سخون. دوك نمرق بالماء سخون. نغطيها ونخليها تشرب الماء ديالها، نغطيها ونخليها طيب. مع الاخر قبل ما طيب بواحد 4 ساعة نرمي لها الرز الاصفر ولا الابيض اللي عندكم. انا عندي الاصفر، راح ندير لها شويه الاصفر.
الفول والجلبانه قريب رايحين يطيبوا، دوك حنزيد لهم الروز راني غسلته ونحطوه. هكذا. ديك حبه تاع فلفل درس اللي كانت عندي حنرميها لداخل باش تقلبنا على خاطر مدخنه هذه. نزيدو شويه ماء على خاطر الرز دوك يشرب كامل الماء هدايا. دوك نغلي الماء ونحطوه. نزيدو شويه ماء نغليه ومن بعد نخليها تكمل تشرب الماء ديالها على خاطر حطيت الرز يشرب الماء. دوك نخليها حتى تشرب كلش، يطيب الرز وتشرب الماء ديالها. راهي طابت الطبيخه ديالنا، دوك نطفي عليها. ندير لها الحشيش من الفوق اللي هو القزبر. راني خلطت الحشيش يا نعناع هكذايا. كميه تاع القزبر كيما حبيتو، انا نحب بزاف القزبر في الطبيخات. هايديك الطبيخه بعد ما طابت وشربت كامل ماها قعدت في زيتها، جات هايله وخفيفه وبنينه. نتمنى تجربوها. كاين بعض اللي ما يعرفش هاد النوع من الطبيخات. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. اذا عجبتكم بارطاجيوها مع حبابكم صحابكم، واشتركوا اللي مازال ما اشتركش، حطوا لي جيم باش تكبر قناه تاعي وتعطوني حافز باش نعطيكم مزيد من الوصفات. بخصوص رمضان راهو على الابواب، راني محضره بعض الوصفات باش نعطيها لكم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. في الاخر نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده، وان شاء الله نتلاقى مع وصفه واحده اخرى. تصبحوا بخير.